كأس العالم 2030 لماذا ستكون النسخة الأكثر جنونا في التاريخ؟ تخيل أنك تسافر عبر 3 قارات لحضور كأس العالم، من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا ثم إلى إفريقيا. كأس العالم 2030 لن يكون مجرد بطولة، بل سيكون النسخة الأكثر جنونا في التاريخ. لكن لماذا؟ وكيف ستقام المباريات في 6 دول مختلفة؟ تابع معي لنكتشف الأسرار الخفية وراء هذا القرار الغريب. كيف وصلنا إلى هنا؟ لكي نفهم سبب اختيار 6 دول لاستضافة كأس العالم 2030 لازم نرجع بالزمن للوراء. سنة 1930 أول كأس عالم في التاريخ أقيم في الأوروغواي، والآن بعد 100 سنة الفيفا قررت تكريم هذه الذكرى بطريقة لم تحدث من قبل. إسبانيا، البرتغال، المغرب، الأرجنتين، الأوروغواي وباراغواي. لكن كيف سيتم توزيع المباريات؟ كيف سيتم تنظيم البطولة؟ هنا يبدأ الجنون الحقيقي. البطولة ستنطلق بمباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية، تحديدا في الأوروغواي والأرجنتين، وبعدها تنتقل الفرق إلى القارة الإفريقية والأوروبية لاستكمال بقية البطولة، حيث ستقام معظم المباريات في المغرب، إسبانيا والبرتغال. يعني المشجع اللي حابب يتابع فريقه في كل المباريات لازم يكون مستعد لحجز رحلات طيران أكثر من اللاعبين نفسهم. لماذا هذا القرار؟ لكن السؤال اللي يطرحه الجميع، ليش الفيفا قررت هذا التوزيع الغريب؟ هل هو مجرد تكريم لكأس العالم 2030 ولا فيه أسباب أعمق؟ المغرب كان يحاول يستضيف كأس العالم منذ سنوات طويلة، وهذا التنظيم المشترك أعطاه الفرصة أخيرا. أما إسبانيا والبرتغال فوجود المغرب معهم أعطى ملفهم أفضلية سياسية واقتصادية أمام منافسين مثل السعودية وإنجلترا. التحديات والمشاكل المحتملة، لكن هذا التنظيم المعقد يحمل معه مشاكل كبيرة. كيف سيتمكن اللاعبون من التأقلم مع فرق التوقيت؟ هل ستتحمل الجماهير تكلفة السفر الباهظة؟ وماذا عن الدول التي لم يتم اختيارها رغم قوتها الاقتصادية؟ الخاتمة: بغض النظر عن رأيك، كأس العالم 2030 سيكون حدثا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم. هل سيكون تجربة فريدة أم فوضى تنظيمية؟ هل تتوقع نجاحه أم فشله؟ اكتب لي رأيك في التعليقات، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك لتبقى معنا في رحلة أكثر أخبار كرة القدم جنونا.